حول العالم كل ثانية، لكن لا أحد يعلم حقيقة ما يدخل في إنتاجها. يعتقد الكثيرون أن التونة المعلبة غذاء صحي، غنية بالبروتين، سريعة وآمنة، لكن ما لا يخبرك به أحد أن في كل علبة قد توجد سموم غير مرئية. أهلاً بكم في نظرة داخل المصنع. سنأخذكم اليوم في رحلة من أعماق المحيط إلى رفوف المتاجر، ونعرض لكم كيفية إنتاج التونة المعلبة، وهل ما تأكله مفيد فعلاً أم أنك تخدع نفسك مع كل قضمة. التونة ليست سمكة عادية، إنها سباحة عالية الأداء، فائقة السرعة ومثالية للصيد. أجسامها انسيابية كسيارات السباق، وعضلاتها متشابكة بألياف قوية. بينما تنزلق الأسماك الأخرى ببطء عبر التيارات، تنطلق التونة في الماء بسرعة تصل إلى 75 كيلومتراً في الساعة. بعض الأنواع ينمو طولها لأكثر من 3 أمتار، ويزن أكثر من 800 كيلوغرام. أسماك مفترسة حقيقية بقلوب أكبر من قلب الإنسان ب4 أضعاف. إنها أسماك مهاجرة تسافر آلاف الكيلومترات كل عام، عابرة محيطات بأكملها بحثاً عن الطعام وظروف أفضل. تتحدى الأعماق الجليدية وكذلك حرارة المياه السطحية الحارقة، وهي من ذوات الدم الحار. على عكس معظم الأسماك، يمكن للتونة تنظيم درجة حرارة أجسامها، ويجب أن تظل دائماً في حالة حركة، وإلا ستختنق. لكن حياتها تتجاوز مجرد السرعة والصيد. إنها أساسية في النظام البيئي البحري، فحيث تسبح أسماك التونة تتبعها أسماك الماكريل والسردين، وتتربص أسماك القرش في ظلالها. إذا أخرجناها من البحر ستخلخل شبكة كاملة من السلاسل الغذائية، وهذا بالضبط ما يحدث الآن. قبل بضعة عقود فقط كانت تجوب المحيطات دون أي عائق، أما اليوم فتنتزع من الماء بالملايين باستخدام شباك بحجم ملاعب كرة القدم. تجوب الأساطيل الصناعية محيطات العالم، وكميات صيدها تقاس بالأطنان. التوازن الذي ظل قائماً لملايين السنين يتأرجح. ولكن قبل أن نتحدث عن معنى ذلك، دعونا نلقي نظرة على كيفية وصول التونة من المحيط إلى العلبة. ويبدأ ذلك بواحدة من أكبر الصناعات وأكثرها إثارة للجدل في عصرنا، صيد التونة. تجوب أساطيل الصيد الضخمة المحيطات مجهزة بأحدث التقنيات، سفن بحرية عملاقة بحجم ملعب كرة القدم، مجهزة بشباك تمتد لأميال وأنظمة سونار دقيقة. هدفها اصطياد أكبر قدر ممكن من الأسماك في أقصر وقت ممكن. الطريقة الأهم هي صيد سمكة التونة بالشباك الحلقية. توضع شبكة ضخمة حول سرب كامل من أسماك التونة، ثم تتقلص الشبكة ككيس ضخم لا مفر منه. في دقائق معدودة تصطاد مئات وأحياناً آلاف الأسماك. مثالية لهذه الصناعة، لكنها أقل ملائمة لجميع الحيوانات البحرية الأخرى التي تجد نفسها في المكان الخطأ. الدلافين والسلاحف البحرية وأسماك القرش ينتهي بهم الأمر مراراً وتكراراً في هذه الشباك كصيد جانبي. تحاول بعض المصايد منع ذلك بفتحات خاصة في الشباك أو أجهزة صوتية مصممة لإبعاد الدلافين، لكن غالباً ما يكون الأوان قد فات. ولكن هذه ليست الطريقة الوحيدة. هناك أيضاً الصيد بالخيوط الطويلة. هنا توضع خيوط طويلة تمتد لكيلومترات مزودة بآلاف الخطاطيف. تلتقط التونة الطعم، لكنها ليست الوحيدة. الطيور التي تغوص في الماء، والسلاحف التي تسبح، وأسماك القرش التي تبحث عن فرائسها، جميعها تقع في نهاية هذا الفخ المميت غير المرئي. مقابل كل سمكة تونة غالباً ما تموت عدة حيوانات أخرى. ثم هناك طريقة الصيد بالسنارة، والتي يقال إنها الأكثر استدامة لصيد التونة. تسحب كل سمكة من الماء على حدة بخيط. لا يوجد صيد جانبي ولا شباك ولا دمار شامل. هذه الطريقة بطيئة جداً بالنسبة لصناعة تركز على الأطنان. ما نتيجة هذا الصيد المكثف؟ قبل بضعة عقود كانت أسراب هائلة من الأسماك تجوب المحيطات، واليوم أصبحت العديد من الأنواع على شفا الانقراض، خاصة سمك التونة ذو الزعانف الزرقاء. كانت في يوم من الأيام أحد أكبر الحيوانات المفترسة في المحيط. قد تقلصت أعداده بشكل كبير لدرجة أنه يعتبر مهدداً بالانقراض بشكل حرج. لكن التونة ليست وحدها التي تعاني. يموت ملايين الدلافين والسلاحف وأسماك القرش كل عام بسبب الصيد الجانبي. يلقى بعضها في الماء، وعادة ما تكون ميتة بالفعل، وينتهي المطاف ببعضها الآخر في شباك الصيد غير المشروع، وهي تجارة مربحة تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومات. بمجرد سحب شباك الصيد وتوجه السفن إلى الميناء، تبدأ المرحلة التالية من الرحلة.
كانت التونة سمكة مفترسة تجوب المحيطات، ولكن في غضون ساعات قليلة تتم معالجتها وتحويلها إلى منتج صناعي بدقة وكفاءة عالية. تصل معظم الأسماك إلى الشاطئ متجمدة 20 درجة مئوية تحت الصفر أو أقل. هذا يضمن بقاء الأسماك طازجة بعد أسابيع من إبحارها، لكن النضارة نسبية هنا. في مصانع المعالجة الضخمة لم يعد يهم مدى سرعة أو قوة سمكة التونة، الآن أصبحت مجرد مادة خام يفحصها العمال مرتدين ملابس واقية، يفحصون الحجم واللون وقوام اللحم. ترفض الأسماك التي لا تستوفي المعايير، ثم يبدأ العمل الحقيقي. تزال الرؤوس والزعانف وتزال الأحشاء. تقوم آلات كبيرة بذلك في ثوان. ما يتبقى لم يعد يبدو كسمكة، بل أشبه بكتلة رمادية مشوهة. لكن لا شيء يهدر في هذه الصناعة. البقايا مثالية لعلف الحيوانات أو مسحوق السمك. الآن تأتي اللحظة الحاسمة: الطهي. توضع التونة في أفران بخار عملاقة على درجات حرارة تزيد عن 100 درجة مئوية لساعات طويلة. الحرارة تجعل اللحم طرياً وتقتل الجراثيم وتدمر بعض العناصر الغذائية أثناء العملية. أحماض أوميغا 3 الدهنية ليست بنفس الكمية الموجودة في السمك الطازج، لكن التونة الآن صالحة للأكل لسنوات. بعد الطهي يحين وقت تقطيعها. تفرز الشرائح الكبيرة بعناية ويحول الباقي إلى لحم مفروم في منتجات رخيصة، ثم تعلب بالزيت أو الماء أو محلول ملحي. يعتمد محتوى المكونات على الشركة المصنعة. يستخدم البعض لحم التونة النقي فقط، بينما يضيف آخرون إضافات: محسنات نكهة لتكثيف النكهة، أو مواد حافظة لإطالة عمر السمك. تغلف العلب وتوضع في عملية التعقيم وفي ضغط عال وحرارة شديدة. لا يمكن للبكتيريا أن تعيش. الآن نظرياً يمكن أن تبقى التونة على رفوف السوبر ماركت ل10 سنوات دون أن تفسد. في النهاية لم تعد تبدو كسمكة مفترسة من أعماق المحيط، بل كغذاء عملي غير ضار. ولكن هل هو كذلك حقاً؟ هل التونة المعلبة صحية حقاً كما يعتقد الكثيرون؟ أم أن هناك مخاطر خفية يجب أن نكون على دراية بها؟ التونة صحية، أو هكذا يقال، غنية بالبروتين وقليلة الدهون، وغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية القيمة التي تقوي القلب والدماغ. يلجأ ملايين الناس بانتظام إلى التونة المعلبة كوجبة سريعة أو كغذاء رياضي أو كمصدر بروتين رخيص. ولكن هل الأمر بهذه البساطة حقاً؟ فوائدها لا يمكن إنكارها. علبة صغيرة منها قد تحتوي على ما يصل إلى 30 غراما من البروتين، وهو ما يعد حلماً للرياضيين. أحماض أوميغا 3 موجودة، ولكن بكمية أقل مما يعتقد الكثيرون، لأن بعضها يفقد أثناء عملية الطهي الطويلة في المصنع. ثم هناك مدة الصلاحية الطويلة. يمكن لعلبة التونة أن تدوم لسنوات عديدة في المخزن. هذا عملي. ولكن إذا كان الطعام يدوم إلى الأبد، فعليك أن تسأل نفسك: لماذا؟ دعونا نلقي نظرة على المخاطر. المشكلة الأكبر غير مرئية، لكنها سامة: الزئبق. تقع التونة في أسفل السلسلة الغذائية، فهي تتغذى على الأسماك الصغيرة التي بدورها تكون قد ابتلعت ملوثات. كلما كبرت السمكة زادت نسبة الزئبق، وهذا قد يكون خطيراً، فبكميات عالية يمكن أن يلحق الضرر بالجهاز العصبي وتعيق نمو الدماغ لدى الأطفال، بل وتؤثر على الجهاز القلبي الوعائي على المدى الطويل. لذلك يجب على النساء الحوامل والأطفال الصغار تناول التونة المعلبة باعتدال. أما بالنسبة للآخرين فالقاعدة هي: لا تزيد عن علبة أو علبتين أسبوعياً. ثم هناك الملح. تحتوي العديد من التونة المعلبة على كميات عالية من الصوديوم بشكل مثير للقلق. هذا يضر بضغط الدم ويمكن أن يجهد الأوعية الدموية مع مرور الوقت. ولكن هناك بدائل: شراء التونة بدون محلول ملحي أو اختيار الأنواع الطبيعية. ثم هناك تفصيل آخر يغفله الكثيرون: العلبة نفسها. تحتوي العديد من المعلبات على مادة بسفينول المعروفة باسم BPA، مادة تتسرب من البطانة الداخلية للعلبة إلى الطعام، وهذا يؤثر على توازن الهرمونات، ويشتبه في أنه يسبب أضراراً صحية طويلة المدى. على من يرغب في توخي الحذر اختيار العبوات الزجاجية أو العلب الخالية من هذه المادة. يبقى السؤال: هل التونة المعلبة جيدة أم سيئة؟ الحقيقة كما هو الحال غالباً تكمن في مكان ما بينهما.
إنها مصدر مناسب للبروتين، ولكنها ليست خالية من المخاطر. الكمية المناسبة والنوع المناسب، وقليل من الاهتمام باختيار العلامة التجارية. حينها يمكنك الاستمتاع بها دون تأنيب ضمير. لكن هل لا يزال هناك تونة مستدامة؟ نعم، لكنها نادرة، وغالباً ما تكون أغلى ثمناً. تبدو المحيطات وكأنها لا نهاية لها، صحاري مائية شاسعة تعج بالحياة، لا تنضب. لكن هذا وهم، فهنا بعيداً عن السواحل تحدث إحدى أكبر الكوارث البيئية في عصرنا: الصيد الجائر. قبل بضعة عقود فقط كانت محيطات العالم مليئة بأسماك التونة، جرفتها التيارات المائية بأعداد هائلة من المناطق الاستوائية إلى المياه الباردة في المناطق المعتدلة. أما اليوم ترصد بالأقمار الصناعية، وتصطاد بشباك عملاقة، وتحصى بالأطنان بواسطة أساطيل أعماق البحار. تقلصت أعداد العديد من الأنواع بشكل كبير، وتونة الزعانف الزرقاء على وجه الخصوص، التي كانت في يوم من الأيام من أقوى أنواع الأسماك في المحيط، على وشك الانقراض. هناك مصائد أسماك تعتمد بوعي على أساليب مستدامة. أما أنواع التونة الأصغر حجماً مثل التونة الوثابة فهي أقل عرضة للخطر من التونة ذات الزعانف الزرقاء. وبدلاً من الشباك الضخمة، هناك أيضاً طريقة الصيد التقليدية، ما يسمى بالصيد بالصنارة والخيط. هنا تصطاد كل سمكة على حدة، لا صيد عرضي ولا دمار شامل، ولكن أيضاً عائد أقل، وعائد أقل يعني ارتفاع الأسعار. تحمل بعض العلب في المتاجر الكبرى ملصقات تتعهد بالصيد المستدام، ولكن أيها يمكنك الوثوق به حقاً؟ من المفترض أن يرمز ملصق MSC الأزرق إلى الصيد المستدام، ولكنه مثير للجدل. ليست كل أسماك التونة المعتمدة من صيد صديق للبيئة. يضمن ملصق دولفين سيف على الأقل عدم صيد أي دلافين. ولكن ماذا عن السلاحف أو أسماك القرش أو غيرها من الحيوانات البحرية؟ ملصق Friend of the Sea يضمن ذلك، ولكن هنا أيضاً تعرضت الضوابط للانتقاد. من يرغب حقاً في شراء تونة مستدامة عليه أن يمعن النظر. الشهادات المتعددة ووضوح طريقة الصيد. من الأفضل أن تكون من صيد بالصنارة والخيط، هذه أفضل المؤشرات. أو يمكنك التفكير خطوة أبعد: هل التونة حقاً منتج يومي؟ هل يجب تناول هذه السمكة دائماً؟ غالباً ما يكون الماكريل أو السردين خياراً أفضل، فهما ينموان أسرع ويتعرضان لصيد جائر أقل، ويحتويان حتى على أحماض أوميغا 3 أكثر من التونة المعلبة. في النهاية الخيار واضح: التونة المستدامة ممكنة، لكنها نادرة. وماذا عن التونة الرخيصة؟ تبدو رخيصة للوهلة الأولى فقط. التكلفة الحقيقية تدفعها المحيطات. والآن دورك، هل كنت تعرف كل هذه المعلومات من قبل أم أن هناك شيئاً فاجأك؟ شاركنا رأيك في التعليقات، يسعدنا سماع رأيك. إذا أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب، واشترك في القناة حتى لا تفوتك أي من تقاريرنا العميقة عن عالم الإنتاج. سنأخذك إلى أماكن لا يسمح للكثيرين برؤيتها. شكراً للمشاهدة، نراكم في الفيديو القادم في نظرة داخل المصنع.